زهرة عمري. مثلث نار زهرة عمري، إعلامي العراق ولبنان علي مهدي، وبطل الدراما والكوميديا غسان إسماعيل أبو شهم، ومديرة مسرح يلد السويدي ريام الجزائري. زهرة عمري مسلسل عراقي من تأليف السيناريست العراقي محمد حنش، كاتب خان الذهب وألماس مكسور بنسخ رمضانية سابقة، وإخراج اللبناني بودي صفير، مخرج طنعش ولعبة بنات وأعمال أخرى. أنا بصراحة أثق بمحمد حنش، ومن شفت ريام الجزائري وعلي مهدي حسسوني إحنا فعلا بحقبة 2005. البحث عن تعيين بالقوات الأمنية، الوضع الاقتصادي المزري، الوضع الداخلي خطر، كساد، التليفون الصرصور وإلى آخره من التفاصيل. غسان إسماعيل بعيد الشر عن شهم بمشهد وفاة حمودي حسسني إنه هو خايض تجربة أبوة عميقة جدا، حتى يطلع هيك إحساس بمشهد المستشفى. زهرة عمري تقريبا من المسلسلات القليلة اللي اعتمد على الشباب بكثرة ونطاهم ثقة عالية. سامية الرحماني وهبة عادل وجهان لصراع درامي واحد. أحمد القفاجي مميز بهذا رمضان. حسين حافظ العيبي ظهورات متعددة بلم شمل، بيت الطين وأعمال أخرى عدا زهرة عمري. عجبتني ريهام البياتي برغم حبيتها أكثر بمسرحية الجدار، بغض النظر عن أنه هذا لون وهذا لون، بس الشيء بالشيء يذكر. بيداء المعتصم وبهاء خيون ظهور دراماتورجي عالي ووصلني بصراحة. أحمد الطيب، زينب العاني، محمد علي كاظم، فاطمة أبو هارون لعبوا أكثر من كاركتر بأكثر من عمل هذه السنة، وهذه مسؤولية. من الرواة أو من الرائدات بصراحة هي الفنانة النجمة بشرى إسماعيل، هيك تحسسك إنه أمك دا تسولف وياك ب 2005 وخايفة عليك والوضع مو كلش، وبكل سطر أكو معنى أعمق من السكريبت المكتوب. العمل جميل بصراحة، ومن القلائل اللي نزل ب30 حلقة، وهذه مسؤولية. أكو بعض الهفوات من واجب الستايلست كتنفيذ راكور أزياء حقبة بعد سقوط النظام. هذه الفترة مثلا، وهذا اللي شفته، ما كان بيها قمصان سليم فيت أو ستر مخصرة ومدقمة واحدة، خصوصا كاركتر الأخ المتوفي وليد. بس العمل ناضج وتقدرون تشوفوه على MBC العراق، واللي فاته فالحلقات موجودة على شاهد وبصورة مجانية. من مثالب العمل حسب رأيي كمتلقي وليس كصحفي هو كثرة الأسماء المطروحة بدور بطولة بالمسلسل، وهذا الشيء ما عرفت سببه صراحة، يا ريت أبو التخصص يوضح. الأمر الثاني أغنية حسين نعمة بصوت حسام الرسام وتوزيع محب الراوي، تخبل وعظيمة جدا. بس أنا مع صناعة هوية سمعية تعلق بلاوعي المتلقي بعد انتهاء السلة الرمضانية. لا ولك لا لا على بختك ما نسال وفصريت يعني الطوايف. بالنهاية تابعوا زهرة عمري، أنا استمتعت وأوعدكم راح تستمتعون.